بعض يقول غير يعني غير صيغة أو غير هذا، بس هاي المتعارف عليها أنه هذه الدورة تعطى فيها دروس أحكام التلاوة والتفسير وأيضا علوم القرآن. لابد وأن المفسر عند اطلاع كامل من ناحية اللغة وأصول البلاغة. ولمعرفة ذلك الحرف نسكنه ثم نسبقه بهمزة محركة ثم نلفظه، فحيث ما انقطع الصوت فهو مخرجه. والفك الأعلى من اللسان، الفك الأعلى من اللسان اللي من ضمن المواضع هو قلنا الحلق، والحلق هو الحيز الممتد قلنا بين الحنجرة ولسان المزمار. وقد استفدنا من هذه الدورة في علوم التفسير والتجويد والتلاوة وضبطها، تطبيق عملي ونظري. من ناحية التفسير المفسر الكلمات، الألفاظ، المعاني، هذه الكلمات هذه الألفاظ أيضا تحتاج إلى قاعدة علمية، ويقال بأنه هذه القاعدة أيضا تصطدم بعدة مواضيع. 4 نواجد 4 نواجد يسموها شنو؟ سن العقل، وهي أقصى الأسنان 2 في الأعلى و2 في الأسفل، وكذلك تسمى أسنان العقل. تسمى هذه الحروف حروف هوائية. ليه سموها حروف؟ لخروجها مع الهواء. نحن معلمو ومعلمات التربية الإسلامية في قضاء عين التمر نشكر الجهود المبذولة التي أتيحت لنا في المشاركة في هذه الدورة والاستفادة منها في كثير من الأمور، ولتدريس التلاميذ التدريس الصحيح إن شاء الله، ونتمنى أن نكون في المستوى المطلوب. ونشكر العتبة الحسينية التي أتيحت هذه المشاركة لنا